هذا الريال لا يموت، هذا المرنج يجيب جلطه لكل منافسيه. بص اوعى خيالك يسول لك انك خلاص كسبت ريال مدريد. ده فريق ما بيموتش، فريق بكل امانه ومصداقيه يستاهل الاشاده. هات لي فريق في العالم بيعمل زيه كده، فريق لا يستسلم بسهوله. ايه الروح دي وايه الجرينتا دي؟ تيشيرت ريال مدريد لوحده تحس ان فيه سحر. اي لاعب عادي اول ما يرتدي قميص المرنجي تحس انه افضل لاعب في العالم ومستني البالون دور. انتصر ريال مدريد على بايرن ميونخ بنتيجه 4-3 في مجموع المباراتين، ويصل لنهائي دوري ابطال اوروبا علشان يواجه بروسيا دورتموند في النهائي على ملعب ويمبلي. تفوق الساحر انشيلوتي على توخيل المسكين. تغييرات انشيلوتي هي اللي عملت الفارق وقدرت تقلب النتيجه وجابت ريمونتادا بهدفين لخوسيلو البديل عريس الليله. اما عن توخيل بقى فبوظ الدنيا خالص، خرج كل اسلحته، خرج هاري كين وخرج سانيه. طب انت كنت مستني ايه؟ فهل قادر ريال مدريد على التتويج بدوري ابطال اوروبا على بروسيا دورتموند هذه النسخه ولا لا؟ المؤكد رحيلهم عن ريال مدريد وكمان الصفقات الجديده للمرنجي. الفيديو ده جماهير ريال مدريد هتحبه جدا. كشفت تقارير صحفيه عن تطورات مستقبل بعض لاعبين ريال مدريد بجانب الصفقات الجديده اللي هتيجي للفريق الابيض. المؤكد رحيلهم ابو الكباتن عن المرنجي بدرجه عاليه جدا هيكون ناتشو، وكمان اللاعب كيبا المعار من تشيلسي، واللاعب الثالث هيكون سيبايوس وده هيكون بدرجه عاليه جدا. اما بقى القادمون الى ريال مدريد هو ده الكلام، اندريك اللاعب البرازيلي وده مؤكد. رقم 2 هو كيليان امبابي فتى باريس الذهبي وده هيكون حتى وقت الفيديو ده شبه مؤكد. واخيرا هنشوف امبابي بقميص الريال. يا الله على ريال مدريد بعد قدوم امبابي، قوه جباره مدمره، وكمان بعد خروج باريس سان جيرمان من دوري ابطال اوروبا فده هيسرع الاعلان عن الصفقه. واخيرا اللاعب الثالث الفونسو ديفيز من بايرن ميونخ. رغم ان الصفقه لم تحسم بعد ولكنها هتكون اضافه قويه جدا في مركز الظهير الايسر. فماذا لو ريال مدريد لازم يستغنى عن لاعب من اجل امبابي؟ من وجهه نظرك يا ابو الكباتن هتضحي بمين؟ بفينيسيوس ولا رودريجو؟ ارباح ريال مدريد في حاله تتويجه بدوري ابطال اوروبا 2024. فلوس يا باشا، المرنجي هيتغنى. استفاد نادي ريال مدريد بارباح ضخمه بعد نتائجه في دوري ابطال اوروبا لانه بلغ الدور النهائي، وكمان بعد فوزه على بايرن ميونخ على امل تحقيق اللقب ال15 في تاريخه. بلغت قيمه المكافآت الماليه لريال مدريد بحسب نتائجه وبلوغه الربع النهائي فقط 103 مليون يورو، مستفيدا من العلامه الكامله اللي حققها في دور المجموعات. بعد كده حفاظه على سجل عدم الهزيمه في اي مباراه في الادوار الاقصائيه. اما بقى ابو الكباتن في حال تتويج المرنجي بدوري ابطال اوروبا ستصل قيمه المكافآت الماليه الى 127 مليون و500 الف يورو. بلوغه النهائي على حساب الباير بيمنحه مكافاه 15 مليون و500 الف يورو، وتحقيق اللقب بيمنحه 4 مليون و500 الف يورو، ده طبعا بخلاف السوبر الاوروبي واللي بيمنحه 3 مليون و500 الف يورو. فهل برايك قادر ريال مدريد بالتتويج باللقب ال15؟